السلام عليكم، تحياتي لكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو لتوضيح بعض الأمور. كما كتعرفوا يوم الجمعة يوم حافل بالمقابلات، دور الربوع اللي غتبدا اليوم. في هذا الأثناء مع الخمسة بدات المقابلة ديال السنغال ومالي. حنا كنتواجدوا في قرب الملعب الكبير بطنجة. المقابلة الآن كتعرف تفوق المنتخب السنغالي على منتخب مالي بهدف لصفر. اللي فاز في هذه المقابلة غادي يتلاقى مع اللي فاز فائز غدا ان شاء الله في المقابله ديال كوت ديفوار ومصر في نصف النهائي الاول. وان شاء الله المقابله ديالنا اللي غنتصروا فيها اليوم على منتخب الكاميرون ابتداء من الساعه الثامنة، ما بقى والو. غادي نتسناو الفائز في مقابله نيجيريا والجزائر. شكون اللي كتفضلوا يدوز الخوت في حاله ما الى داز المنتخب الوطني المغربي؟ وان شاء الله غينتصر، عندي اليقين. شكون اللي كتفضلوا يتلاقى معاه في النصف؟ واش دور واش المنتخب النيجيري او المنتخب الجزائري؟ المهم ديك الساعه غادي يعطونا الراي ديالكم في التعاليق، يكون على خير. تحياتي لكم وديما مغرب. كما كتشوفوا الخوت هادو الطرومبيات اللي هو الطوبيس، هما كاملين زورق مستفين، هادو كيتسناو الجماهير اللي غادي يخرجوا ان شاء الله باش يهزوهم ويديوهم. الامور ميسره انا الخوت، فهمتي؟ الشتا ما تقدرش تدخل لداخل، عرفتي غتكرفص. هذاك الشيء باش اكتفيت شويه نبقى بعيد. بالخصوص كاين الشتا بزاف والروينه تما، والجمهور المالي والجمهور السنغالي عايشين متحمسين تمايا على برا الملعب. ابار اللي لداخل كاينين الناس على برا اللي ما دخلوش ومحيحين كما العاده، وكيشجعوا الفرق ديالهم المنتخبات ديالهم بطبيعه الحال. السنغال كان هو المرشح الاقوى، كلشي رشحو قبل ما تبدا كاع هاد البطوله، كيقول لك السنغال والمغرب في دور النهائي. و واش غادي يوقع هذا الشيء الخوت؟ حيت حنا غادي لداكشي. في حاله ما دابا الا انتصر السنغال هو منتصر لحد الان، غيتلاقى مع اما الكوت ديفوار ولا مصر في نصف النهائي. وحنايا الا انتصرنا عاوتاني في هذه المقابله وانتصرنا اما على نيجيريا او الجزائر اللي ربح فيهم، غنلقاو راسنا في السنغال مع السنغال في المقابله النهائيه. اغلبيه ديال المحللين الخوت هادشي اللي قال لك باللي المغرب هو المرشح هو السنغال في المقابله النهائيه، وحنا كنمشيو لهاد النقطه هذه الخوت. اذا اللي كنتمنى الخوت هو انه الاخوان يشجعوا الجماهير المغربيه. حنا عارفين باللي عندها كره القدم في الدم، ما يكون غير الخير ان شاء الله الخوت. غادي ننتصروا، عندي احساس كبير. وتفكروا الهضره ديالي، الانتصار غادي يكون، واخا المنتخب الكاميرون منتخب ماشي سهل، ولكن راه غادي ننتصروا في هذه المقابله، حيت المنتخب الوطني المغربي عودنا انه كيكبر في المقابلات الكبيره، وعارف المسؤوليه اللي عليه، وعارف الجماهير اللي موراه، وعارف يعني بزاف ديال العوامل. رغم شويه الضغط، رغم بزاف ديال الدراري يعني ما مولفينش كيلعبوا هذه المنافسه، كيلعبوا في اوروبا، ما مولفينش كيلعبوا بهذا الكرينطا وهذا اللعب ديال الافارقه اللي كيكون شويه الخشونه وكيكون بزاف د الحوايج. ولكن الخوت قادرين انهم ينتصروا، حيت عندنا واحد، عندنا دراري من احسن الدراري اللي كاينين دابا حاليا في هاد كاس افريقيا. ما كنقولش يعني كاينين دراري يعني في سميتو في منتخبات اخرين، ولكن عندنا تبارك الله الدراري. راه نتوما كتشوفوا غير دياز تبارك الله، كاع فاش ما كيكونوش حلول كيخرج دياز بشي مراوغه فرديه، واحد على واحد ولا واحد على جوج، وكيقدر انه يتوغل داخل كاري دي زويت وكيصنع لنا الفارق. في علاش؟ حيت ما شفناش الدراري بزاف ما بانوش، بحال الزلزولي، بحال سميتو السيباري اللي كنتسناو من الشيء الكثير، حيت مع الفرقه ديالو يعني راه حدث ولا حرج، كيقدم واحد المستوى اللي هو كبير وكبير بزاف. ولكن انا عندي احساس انه غادي ان شاء الله غيسجل شي لاعب اللي ما يقدرش انه يسجل في هذه المقابلات ديال دور المجموعات ولا دور الثمن، يسجل في شي مقابله حاسمه، يا اما هذا الدور يا اما الدور المقبل، حيت حنا ان شاء الله غندوزو. رغم انه بزاف ديال الدول العربيه اللي كما كنقولوا بنادم كيكوي وكيبخ، ما عرف شنو داير لهم المغرب، علاش مرضاهم المغرب حتى لهاد الدرجه. يعني كنشوف التوقعات البارح ديال بعض الدول العربيه اللي كيتمناو، كيقول لك يعني الكاميرون غينتصر، الكاميرون غينتصر، رغم اننا شفنا حنايا الجماهير ديالنا في اكادير 40,000 متفرج في المقابله ديال مصر وجنوب افريقيا، فهمتيني؟ حشومه يعني كيشجعوا المنتخب المصري وكيشجعوا المنتخبات العربيه. انا باش تعرف يعني الشعب المغربي شعب مضياف، فهمتي؟
ومع المنتخبات العربيه، رغم اننا كنشوفوا كاع المنتخب الجزائري وكتلقى الناس اللي كيشجعوه معاه وسط الرايات ديالهم، كاين الرايات ديال المغرب وكيشجعوه. ما عندناش حنا داك الشيء، فهمتي؟ رغم ان كاين واحد الفئه كتشجع واحد الفئه ما كتشجعش، ولكن المهم كاينين الناس اللي كيشجعوهم. اما المنتخب المصري ف 40,000 متفرج اللي كان في المقابله ديال جنوب افريقيا، اللي كان ديك المقابله يقدر انه ينهزم فيها حيت كان منتصر ولعب ناقص، كان عنده الطرد وبقى مع الجمهور 90 دقيقه، وجنوب افريقيا ما قدرتش ترجع في المقابله رغم انها شدات المقابله ودات عده هجمات، ولكن بالضغط الجماهيري المغربي اللي وقف مع المنتخب المصري هذا الشيء اللي كاين الخوت ما قدروش انهم يرجعوا المقابله. ولكن هما في المقابله البنين لقاو بانه المنتخب الوطني المغربي الجمهور ديالو ما بغاش يشجع المنتخب المصري. هذا حقه. علاش؟ حيت طلعوا بزاف ديال الاعلاميين المصريين اللي كيهضروا على ضربه جزاء اكثر من التنزانيين اللي خرجوا ضاحكين، وهو اللي خدا التوني ديال دياز، اللي خدا التوني ديال الحكيمي وكيتصوروا عادي، فهمتي؟ ولاو يعني المصريين بعض الاعلاميين ديالهم يعني اللي ولاو طنزانيين في هذيك الليله، فهمتي؟ اذا الجمهور المغربي ما عجبوش الحال. كيفاش هاد الناس هادو وقفنا معاهم 40 دقيقه ودابا انهم كيتمنوا لنا الحاجه الخايبه وكيهضروا على ضربه جزاء بحال هما اللي ما تعطاتهمش ضربه جزاء، رغم ان هذيك ضربه جزاء لا اساس لها من الصحه بشهاده خبراء التحكيم. هذه حقيقه، وكنشوفوا في مقابله في الدوري الاسباني الدوري الانجليزي هذيك بحال هكاك ما كتصفرش كاع ضربه جزاء. واش غنحط عليك يديك طيح؟ هذاك راه تسمى تموين، تمويه هذاك. الحكم راه عارف شنو كاين، يعني ماشي كيضحك. راه هادشي اللي كاين الخوت. كون كان ضربه جزاء راه كيصيفلي عليها. علاش الحكم صيفلها على ضربه جزاء ضد المالي ضدنا حنا، رغم انه كانت قبل منها ضربه جزاء للكعبي؟ علاش حنا ما درناش هذا الروينه وهذه وكذا؟ واخوتي في هذه المقابله ديال الكاميرون كنتمنوا انه ما يعطيناش الحكم شي حاجه ديالنا. ما عندنا ما نديروا بهذاك تشد عليا نقطع عليك، حيت كل شيء كيتسنى المغرب غير في الدوره. هادشي تبتوه لنا الناس، فهمتي؟ كنتمنوا يعطونا غير الحاجه ديالنا، ما يعطوناش شي حاجه ماشي ديالنا. هادشي اللي كنتمنى اخوتي في هذا نهار الجمعه. صافي حنا باغيين نربحوا بالكره، ما باغيش نربحوا حنا بالحكم ولا شي حاجه، رغم انه المغرب تضرر من هادشي ديال التحكيم شحال وشحال وشحال. والدليل هو نصف النهائي في كاس العالم في قطر بشهاده ديال الخبراء ومحللين قال لك بلي المغرب تضرب ضربه جزاء ضربه جزاء، اما كان غادي يكون في النهائيه مع الارجنتين. لهذا الخوت كنقول لكم بالتوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله. راه الانتصار كاين الخوت، شويه الصبر، المقابله غتكون صعيبه، ما تعيشوش على اعصاب ديالكم، حيت راه كره كتبقى كره. وان شاء الله المغرب غادي يفوز بهدف لصفر او هدفين لصفر، هذا التوقع ديالي. بالتوفيق الخوت ان شاء الله، وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. هادشي اللي كاين الخوت. تحياتي لكم، جمعه مباركه، وان شاء الله انتصار المنتخب الوطني المغربي، وديما الله الوطن الملك. تحياتي لكم وجمعة مباركة للجميع، ونشوفوا إن شاء الله في شي فيديو أو لايف أو مهم. تحياتي لكم ومع السلامة الخوت.